لو سألتك دلوقتي، مين هو أكتر شخص قاسي عليكي في حياتك؟ يا ترى مين أكتر شخص بينتقدك ويقلل من إنجازاتك ودايما بيفكرك بأخطاء الماضي اللي انت عملتيه؟ ممكن تفكري في مديرك في الشغل، حد من عيلتك، جيرانك، صاحبة. ولكن الحقيقة إن ألد أعدائك هو مش عايش بره على فكرة. ألد أعدائك هو ساكن جوه دماغك. تخيلي معايا كده مشهد بسيط. انت رايحة مناسبة مهمة، فرح أو ميتينج شغل أو أيا كان. لبستي واتمكيشتي وظبطتي نفسك وبذلتي مجهود وفضلتي 5000 ساعة تظبطي نفسك وشكلك وشعرك أو الطرحة بتاعتك. ولكن أول ما جيتي تبصي في المراية قبل ما تنزلي، بدل ما تشوفي كل المجهود وعدد الساعات اللي انتي فضلتي قاعداها دي، تسمعي صوت بيقولك هو ايه اللبس المعفن اللي انتي لابسه ده؟ على فكرة اللبس ده مخليكي تخينة قوي. وبعدين هو انتي فاكرة انت هتعرفي تتكلمي؟ انتي اكتر واحدة تتلخبط والناس هتضحك عليك على فكرة. فتخيلي نفسك برضو انك حققتي نجاح كبيرة جدا ومشروع فترقيتي مثلا. الناس كلها عمالة تبارك لك، وتلاقي الصوت المستفز ده عمال يهمس لك ويقولك ما عادي يعني، وانت اول ولا اخر واحدة هتحقق نجاح، مجرد ضربة حظ يعني. ما بس لسه ما اكتشفوش انك ولا حاجة. على فكرة لما يكتشفوا هيسحبوا الطريقة منك. فالصوت ده بيكلمك بطريقة، يعني مش عايزة اوصف لك والله، مستحيل مستحيل تسمحي لأي حد غريب يكلمك بيها. لو واحدة صاحبتك غلطت نفس الغلطة اللي انت بتعمليها، هتروحي تطبطبي عليها وتقولي لأ فداكي يا حبيبة قلبي، كلنا بنغلط. ولكن لما انت تغلطي، الصوت ده بقى يفضل شغال حواليكي 24 ساعة، كأنك عايشة مع وحش جوه دماغك، ما بينامش ما بيرحمش وحرفيا ما بيرضاش بأي حاجة مهما عملتي. فالنهاردة في انسبايركس، تعالوا نفتح صندوق أسرار وهشرح لك الصوت ده جاي منين، وليه بيبان ذكي وواقعي قوي لدرجة انك ما انتيش عارفة يعني ايه، انت مفكراه شخصيتك وهو مش كده. وليه كل ما تيجي تحاولي تسكتيه بيزيد اكتر ويبقى اشرس اكتر. علشان نوقف الحرب دي لازم نفهم الاول احنا داخلين حرب مع مين، يعني نفهم العدو بتاعنا دلوقتي. في علم النفس صوت الناقد ده هو مش جزء من شخصيتك الحقيقية. هو اتكون ازاي اصلا؟ الطفل عامة هو بيتولد مبرمج على انه يحب نفسه ويسعى للحياة. الطفل مش هيقف قدام المراية، هو طفل لسه مولود ويقول أنا فاشل. لا. هو الصوت ده جه منين بقى يا حبيبة؟ الصوت ده جه من عملية نفسية معقدة جدا بنسميها الانتروجكشن أو الاستدماج. يعني إيه؟ يعني واحنا صغيرين أو حتى في المراهقة بتاعتنا، احنا طبيعي معروف بنتعرض لبيئات مختلفة. بيئة البيت، بيئة المجتمع، بيئة المدرسة، بيئة الشغل. فلو البيئة دي كانت بتستخدم النقد كوسيلة للتربية، يعني لو كان بيتقالك شوفي بنت خالتك أشطر منك إزاي، هو أنت هتفضلي دايما خايبة كده، على فكرة أنت بتفهميش حاجة. أو حتى لو النقد ده ما كانش متوجه لك بطريق أو بشكل مباشر، ولكن أنت كنت مثلا بتشوفي حد من أهلك أو أمك أو أختك بتجلد نفسها قدامك طول الوقت على شكلها بقى، على وزنها، على جسمها، على عقلها، ذكائها، أيا كان. عقلك الطفولي اللي عمال يدور على الأمان يفضل يمتص كل الرسائل اللي حواليه دي كأنها هي إسفنجة بالظبط. فياخد صوت الأب القاسي أو الأم المثالية أو الأم الضحية، المدرس المتنمر، أو المجتمع اللي عمال يحط قوالب للستات، ويقوم ممكس الأصوات دي مع بعضها، ويطلع منها كيان داخلي، يخلق منها كيان داخلي. فالكيان ده بيكبر معاكي، ومع الوقت انت بتنسي ان ده اصلا كان صوت حد تاني مش صوتك، فتبدأي تفتكري ان ده كان صوتك انت. الكارثة الأكبر بقى إن الناقد الداخلي أو المنتقد الداخلي ده يبدو دايما إنه ذكي وواقعي جدا، عمال يقنعك إنه بيعمل كده علشان مصلحتك. فيفضل يقولك على فكرة أنا بجلدك عشان تبقي أحسن، أنا بنتقدك عشان تاخدي بالك ومحدش بره ينتقدك. فيفضل يوهمك إنه درع حمايتك، ولكن الحقيقة إنه أكتر حاجة بتسحب دافعيتك وشغفك للحياة. الأبحاث دايما أثبتت إن الناقد الداخلي أو النقد المستمر بيزود هرمونات التوتر، وبيدمر جهازك المناعي على المدى البعيد، ويخليكي أقرب للاكتئاب. هو مش بيحفزك على النجاح زي ما انتي أصلا متخيل. هنا بقى يجي آم، دور فخ التنمية البشرية والتطوير الذاتي السطحي. تروحي تقري كتب كتيرة وتسمعي فيديوهات وبودكاست، ويفضلوا يقولوا لك لما الصوت السلبي ده يجيلك وقفيه فورا وقولي توكيدات إيجابية بداله.
يعني هاقول إن أنا ناجحة وأنا قوية وأنا جميلة وأنا شاطرة وأنا بلا، بلا، بلا. فأنتِ تعملي كده وأول ما الصوت ييجي يقول لِك أنتِ فاشلة، تفضلي تقفي كده بوقفة قوة لأ، أنا ناجحة. تفتكري إيه اللي بيحصل؟ هل الصوت ده بيسكت؟ عمره. الصوت ده عمّال يضربِك بقوة مضاعفة من الأول. ليه بقى؟ لإن إحنا عندنا ظاهرة اسمها white pear effect أو التأثير العكسي أو تأثير الدب الأبيض. يعني إيه؟ يعني لو قُلت لِك دلوقتي أنا مش عايزاكِ تفكّري في دُب أبيض أو اوعي تتخيّلي في دُب أبيض أو فكّري في أي حاجة إلا الدُب الأبيض، إيه اللي هيحصل؟ دماغِك على طول رسمت الدُب الأبيض، هو مش شايف غيره حاليًا دلوقتي. فالعقل البشري هو ما بيفهمش النفي، ما بيفهمش أصلًا المقاومة، فكل ما تحاربي الناقد الداخلي وتحاولي تسكّتيه بالقوة، أنتِ عمّالة تدّي له طاقة وتركيز أكبر، فالكبت بيغذّي العواطف ويخلّي الوحش ده بقى يبقى أشرس. فمحاولة إنِّك تزرعي توكيدات إيجابية سطحية فوق أصلًا صوت مليان عار ورفض، عاملة بالضبط زي كإنِّك بتدهني حيطة ببوية غالية جدًا والحيطة دي أصلًا من جواها مليانة شخ ورطوبة عالية أوي هي بتهدّها، فمهما دهنتِ شكلها من برّه هو أصلًا الأساس مسموم وكده، كده الدهان هيُقع. علشان كده كورسات الثقة بالنفس ما بتجيبش معاكِ نتيجة في أغلب الأوقات، لإن هي كلّها بتتعامل مع القشرة من برّه كده من السطح، أنتِ ما بتتعامليش أصلًا مع الجذور، أنتِ ما بتتعامليش مع الوحش اللي حرفيًا مدمّر الأساسات بتاعتِك. في بقى ناس هتيجي تقول لي طَب يا حبيبة إزاي نتعامل معاه لو المقاومة مش بتنفع؟ الخطوة الأولى هي الوعي الرحيم، إننا أصلًا نبطّل نحاربه، وإننا بدل ما نحاربه نراقبه، نراقبه كإنه حاجة منفصلة عننا. فرخّي معايا عضلاتِك دلوقتي وخدي نَفَس عميق كده يوصل لحد بطنِك وطلّعيه كإنِّك بتطلّعي كل الضغط اللي جوّه دماغِك، يالّا. لمّا المنتقد ده أو الناقد يضربِك، بيعمل حاجة اسمها shame storm أو عاصفة العار، فيخلّيكِ تحسّي بانكماش في جسمِك، حرارة على وشِّك، فوشِّك بيسخن، وتحسّي برغبة شديدة جدًا إنِّك عايزة الأرض تتشق وتبلعِك أو تختفي من العالم أصلًا دلوقتي. فعايزاكِ تفتكري كده معايا آخر مرّة العاصفة دي ضربتِك، وآخر مرّة الصوت ده قال لِك أبشع الكلام. بدل بقى ما تيجي تصدّقي الكلام ده أو تحاربيه، حاولي المرّة الجاية تعملي معاه حركة بسيطة جدًا، حُطّي إيدِك على قلبِك وافضلي قولي بصوت مسموع أنا سامعاك، أنا عارفة إنّك خايف عليّا من الفشل أو النقد، بس طريقتك بتأذيني، وأنا قررت مش هاصدّقك النهارده. بمجرد ما تيجي تشاوري على الصوت وتسميه انت بتسحبي منه نص قوته. ليه؟ لان انت بتفصليه عن الهوية بتاعتك، انت عمالة تقولي لجهازك العصبي ده مجرد صوت، ده مش حقيقتي، ده مش انا، ده صوت اتزرع جوايا وده مش هويتي. وعلشان نفكك الوحش ده بجد احنا محتاجين نحطه تحت الميكروسكوب كده ونعمل زوم عليه. بجيب الدفتر بتاعك دلوقتي لإن هنعمل تمرين. النقد الداخلي هو مش نوع واحد على فكرة، في رحلة المصالحة إحنا بندرس 7 أنواع مختلفة ليه. في النقد المثالي، النقد المثالي، في المقارن اللي دايمًا عمّال يقارنِك بغيرِك، وفي المذنب اللي عمّال يلومِك على أي حاجة ويخلّيكِ تحسّي بالذنب. علشان تعرفي نوعه عايزاكِ تكتبي في الدفتر إجابة على 3 أسئلة دول بوضوح تام. السؤال الأول بيقول لِك إمتى أكتر وقت الصوت ده بيظهر فيه؟ يعني مثلًا لمّا بتنجحي، لمّا بتغلطي في الشغل، لمّا تدخلي علاقة جديدة، عايزاكِ تجاوبي على السؤال بالراحة. السؤال التاني لو الناقد ده كان شخصية قاعدة قدامِك حطيتيها قدامِك على الكرسي كده، ملامحه هتكون شبه مين من الماضي بتاعِك؟ يعني مين أكتر حد كان بيستخدم نفس النبرة دي معاكِ؟ السؤال التالت إيه هي أكتر 3 جُمل الصوت ده بيكررهم كإنها اسطوانة مشروخة؟ عايزاكِ تكتبي الجُمل دي بين قوسين كده علشان تشوفيها بعينِك وتتأكدي إن هي مش حقيقة، هي مجرد برمجة وخلاص. بمجرد بقى ما تكتبي الجُمل دي، أنتِ طلّعتِ الوحش من الضلمة للنور كده، وفي النور الوحش بيكِش شوية ويبدأ يبان على حقيقته لإنِّك already طلّعتيه على السطح.
اللي إحنا عملناه النهارده هي الخطوة الأولى في علاج الصدمة اللي أنتِ فيها دلوقتي، يعني إحنا عرفنا العدو وفهمنا بيشتغل إزاي، ولكن خلّينا نتكلم بعلم ومنطقية. وحش بقى له 10 أو 20 أو 30 سنة عمّال يكبر ويتغذى على الخوف بتاعِك مش هيموت لمجرد إننا فهمناه. أنتِ محتاجة سلاح جديد تواجهيه بيه، السلاح ده مش إنِّك تشتمي نفسِك، لأ، ومش إنِّك تقولي توكيدات إيجابية مزيفة هي مش موجودة أصلًا. السلاح ده اسمه الself compassion أو الحنان الذاتي. أنتِ محتاجة تبني لغة كاملة جديدة جوّه دماغِك، لغة ترد على الناقد ده بحزم ورحمة في نفس الوقت. محتاجة تفهمي باقي الأنواع ال7 بتوع الناقد الداخلي علشان تسدّي كل الثغرات اللي بيدخل لِك منها، وده بالضبط هو جوهر المرحلة الأولى والتانية من برنامج رحلة المُثالثة. في البرنامج هو إحنا ما بنوقفش عند الفهم، إحنا بناخد الجمل اللي أنتِ كتبتيها دي وبنطبّق عليها تمرينات مُثبتة علميًا، نستخدم أوراق عمل وتأملات تفكِّك أسلحة المنتقد ده بالكامل. فأنا باكون معاكِ خطوة بخطوة، طبعًا الرحلة مسجلة وموثّقة علشان أعلمِك إزاي تبدّلي صوت الحرب بصوت الحكمة. الحكمة زي صديقة حكيمة كده ساكنة جواكِ، تدعمِك، تقويكِ بجد مش تكسرِك. فالكورس ده هيكون المساحة الآمنة اللي بنبني فيها الأرضية اللي هتقدري تزرعي فيها ثقتِك بعد كده من غير ما تتهد مع أول فشل. فقبل ما نتكلم في الرحلة دي إحنا محتاجين نعمل التشخيص الأول، ولازم أعرف أنتِ في أنهي مرحلة من مراحل الحرب دي والناقد بتاعِك واصل معاكِ لحد فين. فباقي 9 أيام بس أعتقد 9 أيام على الwebinar المجاني اللي هو أنتِ في حرب، هيكون يوم السبت 16 مايو بإذن الرحمن. الwebinar ده هيكون حجر الأساس بتاعنا اللي هنعمل فيه الاختبار المباشر اللي هيقيس رحلتِك الداخلية أو الحرب الداخلية اللي جواكِ، وهيكشف لِك حجم الضرر اللي الصوت ده عامله في حياتِك. وطبعًا علشان تشوفي أصلًا الكورس بتاعنا مناسب ليكِ والّا لأ، فانتظروني في الويبينار المجاني اللي هيكون على القناة التانية.